كيبدا فيلمنا في هجوم كبير لإمبراطورية روما على آخر قبيلة فايكنج باش تضمها الأراضي ديالها، وهذا الهجوم كان بقيادة الجنرال ماكسيموس تحت إشراف القيصر ماركوس شخصيا. وقدرات القوات الرومانية تغلب جيش الفايكنج بسبب التفوق العددي ديالهم، واخا هاد الحرب كانت صعيبة بزاف خصوصا على الجنرال ماكسيموس. وملي سالات المعركة القيصر جا عند ماكسيموس وهنئوا على هادشي اللي دار وسولو على باش بغاه يكافئوا على الإخلاص ديالو. تما ماكسيموس ما فكر جوج مرات وقال لي ان احسن مكافأة هي يخليه يمشي يشوف عائلته حيت توحشهم بزاف. والجنود اللي كانوا تما كلهم كانوا فرحانين ان ماكسيموس هو القائد ديالهم، حيت هو في حالهم ولد الشعب وبدا من الزيرو وقدر يولي القائد الاعلى للجيش. وهذا الشيء ما عجبش كوميدوس ود القيصر اللي يلاه وصل لبلاصه المعركه وحاول يقنع الاب ديالو انه كون كان هنا من الاول كانوا غادي يربحوا هذه الحرب بكل سهوله. ولكن القيصر ما عطاش لهضرته اهميه وركب مشى في حاله. موراها مشى ماركوس يشوف الجنود الجرحى والمصابين ووصى عليهم باش يعالجوهم في اسرع وقت. من بعد مشى حضر للحفل اللي داروا القيصر بمناسبه الفوز في هذه الحرب. وتم تلاقى ماكسيموس بجوج من مجلس الشيوخ اللي كانوا معروفين بدعمهم الحركه كتبنى تحويل روما الجمهوريه عوض ما تبقى امبراطوريه. ولكن جا عنده كوميدوس وداه معاه وقال لي انه غادي يحتاجه في جنبه، خصوصا من اللي يولي هو القيصر ديال روما، وخاصه انه عنده بزاف ديال المعارضين. ولكن ماكسيموس قال لي انه غادي يبعد من المعارك مباشره من بعد ما يخليه القيصر يمشي يشوف عائلته. وقبل ما يمشي قال ليه كوميدوس ان اختو لوسيلا كاينه هنا وجات خصيصا باش تشوفه. الشي اللي صدم ماكسيموس حيت كان باغي يتزوج بها في الماضي، ولكن بسبب اختلاف مكانتهم الاجتماعيه ترفض هذا الزواج. والغد ليه في الصباح غوت القيصر على ماكسيموس وقال ليه انه فكر مزيان وقرر يعطيه هو الحكم باش ترجع روما جمهوريه ويكون هو القائد ديالها. ولكن ماكسيموس رفض وقال لي ان هذا المنصب صعيب عليه وطلب منه يسلم الحكم لكوميدوس. ولكن القيصر كان ضد هذه الفكره وضد ان كوميدوس يولي هو القيصر ديال روما، وطلب من ماكسيموس يفكر شويه في هذا القرار ويرد عليه في الليله ديال هذا النهار. وغير خرج ماكسيموس من عند القيصر تلاقى بلوسيلا وسلم عليها وسولها على ولدها لوشيس. وقبل ما يرجع ماكسيموس في الليل عند القيصر جا عنده ولده كوميدوس اللي تصدم ملي عرف ان القيصر قرر يعطي الحكم ديال روما لماكسيموس باش يرجعها جمهوريه. ولكن كوميدوس ما عجبوش هذا القرار وقتل القيصر باش ياخذ الحكم ديال روما. وهذا الخبر كانت في حال الصاعقه لماكسيموس اللي جا باش يشوف كيفاش مات القيصر. وتم كوميدوس استغل الفرصه وطلب من ماكسيموس يبين ليه الولاء ديالو بما انه غادي يولي هو القيصر الجديد ديال روما. ولكن ماكسيموس رفض الطلب ديالو ومشى في حاله من تما. شلا عصب كوميدوس وخلاه يصيفط الجنود باش يشدوا ماكسيموس قبل ما يمشي لعند مجلس الشيوخ، وقرر انهم غادي يعدموه في الصباح. والغد ليه داوه الجلادين بلاصه الاعدام. ولكن قبل ما ينفذوا عليه الحكم قدر ماكسيموس يغلبهم وهرب ليهم من تما وشد طريقه للقريه اللي فيها مراته وولده. ومن بعد ايام طويله ديال الطريق قدر يوصل للقريه اللي كان ساكن فيها. ولكن تصدم ملي لقاها كامله محروقه والناس اللي فيها كلهم مقتولين. وهذا الشيء داروا القيصر باش ينتقم من ماكسيموس حيت ما عطاهش الولاء ديالو. وبسبب العيا والنزيف ماكسيموس فقد الوعي ديالو وطاح مغيب تما. ومن بعد مده وهو مغيب لقاو مجموعه ديال الرحاله كانوا دايزين من هذيك البلاصه ورجعوه عبد عندهم. واللي شراه هو ابريكسيموس حيت كان كيشري المحاربين وكيشارك بهم في القتالات الاستعراضيه. ولكن ماكسيموس ما كانش باغي يتقاتل حيت هو ماشي عبد عند شي شخص. ولكن ملي دخل الحلبه وتحط في امر الواقع ضد مجموعه ديال المحاربين اللي كانوا ما كيعرفوش شي حاجه من غير القتال، اضطر بز منه انه يتحارب معاهم ويشارك في هذه المعركه. وكان هو النجم ديالها وواحد العبد اخر سميتو جعفر وواحد الوحش الماني. وبسبب هاد الثلاثه قدر ابريكسيموس يربح الرهان ديال هذه المعركه. اما في روما فبداو الاحتفالات والمراسم باش يتم تعيين كوميدوس كقيصر جديد لامبراطوريه روما، واخا كانوا اغلب مجلس الشيوخ ضده وهما الممثلين ديال الشعب الروماني. وباش كوميدوس يكسب ثقه الشعب ديالو رجع عليهم القتالات اللي كانت تمنعت في الكوليسيوم. وملي ساق ابريكسيموس الخبار لهذا الشيء جاب العبيد ديالو وجا باش يشارك بيهم حتى هو، واللي كان من بينهم حتى ماكسيموس واللي في هذه الوقيته كان قدر يكسب شعبيه كبيره بسبب المهاره ديالو في القتال. وملي وصلوا لروما ابريكسيموس عاود وصى ماكسيموس باش يكسب حب الجماهير الروماني. وغادي نعرفوا ان لوسيلا كانت متفقه في الخفاء مع مجلس الشيوخ باش يحيدوا كوميدوس من الحكم ديال روما ويرجعوها جمهوريه. والغد ليه قبل ما يبداو القتالات بالصدفه ماكسيموس تلاقى بلوشيوس ولد لوسيلا وقال ليه انه غادي يشجعه في القتالات ديالو. وقبل ما يدخل ماكسيموس لحلبة القتال لبس خوذة حربية باش ما يعرفوش الجمهور ودخل هو والفريق ديالو وكان هو القائد ديالهم. وقدروا يغلبوا الفرسان الملكيين اللي كانوا راكبين فوق عربات حربية.
من بعد ما تبعوا التعليمات ديال ماكسيموس، حيت كان عارف نقطه الضعف ديال هاد العربات الحربيه، والجمهور اللي كان تما كلهم عجبهم هاد القتال. والقيصر نزل شخصيا باش يهضر مع ماكسيموس، حيت ما كانش عارفه بسبب الخوذه الحربيه اللي لابس. ولكن ملي حيد الخوذه العسكريه كوميدوس تخلع، حيت عرف ان ماكسيموس مازال عايش وهو عند بالو ميت، وبغى يقتلو وسط الحلبه. ولكن الجمهور بدا يغوت كامل باش يخليو ماكسيموس عايش، حيت هو بالنسبه ليهم رمز عسكري مهم في روما. وبالفعل خلاه كوميدوس عايش، وكسب ماكسيموس شعبيه كبيره في الكوليسيوم. وهذا الشيء شكل مشكله كبيره لكوميدوس، حيت بالنسبه ليه ماكسيموس هو رمز ثوري ضده، وبسببه يقدر يفقد الحكم ديال روما. وبدا يفكر كيفاش يقتلو باسرع طريقه. وفي نفس الليله مشات لوسيلا تشوف ماكسيموس اللي كان معصب منها، حيت بسببها تقتلات عائلته. وتما قالت ليه ان كوميدوس هو السبب، وحتى هي خايفه يقتل ليها ولدها لوسيوس، حيت هو الحاكم الشرعي لروما. وطلبات منه ينضم ليهم باش يكون هو مركز الثوره، ووعداته انها غادا تدعمه هي ومجلس الشيوخ في هاد الثوره. ولكن ماكسيموس رفض العرض ديالها. والغد ليه قبل ما يبداو القتالات امر القيصر الجنود ديالو يلوحوا الماكله للمتفرجين، الشي اللي جات قربوا للشعب ديالو وبداو يحبوه، خاصه انهم كانوا كيعانوا في هذيك الوقيته من المجاعه. والمقاتل اللي كان ضد ماكسيموس في هذا النهار هو المحارب الاسطوري تايغرس، اللي عمره خسر شي قتال في حياته. وفي وقت المعركه دخل عنده ماكسيموس بوحده باش يتحارب معاه، وكانوا دايرين بهم النموره من كل جهه، لدرجه ان واحد منهم كان قريب ياكل ماكسيموس، وبصعوبه حتى قدر يهرب منه. وقتل النمر الثاني اللي نقز عليه باش ياكله، وقدر يغلب حتى تايغرس من بعد مضاربه طويله بيناتهم. ولكن رفض يقتله من بعد ما عطاه القيصر امر باش يقتله. والجمهور اللي كان تما كامل بدا يصفق على ماكسيموس. والثاني مره دخل عنده القيصر لحلبة الكوليسيوم، وبدا كيعاود ليه كيفاش ماتت مراته وولده، وبقى كيحاول يستفزه باش يهجم عليه ويعطي امر للجنود ديالو يقتلوه. ولكن ماكسيموس قدر يتحكم في راسه وقدم لكوميدوس التحيه وخرج من تما، حيت عرف الخطه ديال القيصر. وهو راجع للزنزانه ديالو شاف الجندي سيزارو اللي كان تابع ليه، وعرف منه انه كاين مع جيش صغير، رفض حتى هو يتبع القيصر. وتما ماكسيموس قال ليه يجيبهم ويجيو لعنده باش يحروه. اما كوميدوس فكان معصب بسبب الشعبيه اللي ولات عند ماكسيموس، واقترح عليه واحد من الاتباع ديالو يتحداه في قتال وسط الكوليسيوم، وهكا غادي يقتله ويربح السمعه ديالو وحتى الشعبيه في كل انحاء الامبراطوريه الرومانيه. وفي هاد الوقيته ماكسيموس جا عنده سيزارو وقال ليه انه من ورا يومين الجنود ديالو كاملين غادي يتجمعوا ويجوا باش يحروه. وتما صيفطوا ماكسيموس لعند لوسيلا باش يعلمها انه غادي يشارك معاهم في هاد الثوره ضد القيصر كوميدوس. تما جات لوسيلا وجابت معاها حتى واحد من مجلس الشيوخ لعند ماكسيموس، وطلبوا منه يعاونهم في هاد الثوره ويكون هو السيف ديالهم ضد كوميدوس. تما ماكسيموس قال لهم ان اول حاجه يديروها هي يعاونوه ويهربوه من روما، وهو غادي يمشي يجيب الجيش ديالو باش يدخلهم من روما ويقضي على القيصر والاتباع ديالو ورجع روما جمهوريه كيف ما بغى القيصر ماركوس. تما قال لي رئيس مجلس الشيوخ انه من بعد يومين غادي يهربوا من روما باش ينفذوا هاد الخطه. ولكن ابريكسيموس كان ضد هاد الفكره، حيت شاف بزاف ديال الجواسيس مراقبينهم في روما. وقبل من تنفيذ العمليه بليله جاو الجنود الشخصيين ديال الامبراطور وبداو كيشدوا في اي واحد كانوا شاكين فيه ضد الحكم ديال القيصر. وعرف كوميدوس ان حتى اختو كانت ضده ومن الناس اللي كيخطوا باش يحيدوه من الحكم، وخلاها حتى مشات تلاقات بماكسيموس وهددها باش تقول ليه شنو كيخطوا والا غادي يقتل ليها ولدها. وبالفعل ما قدرات تصبر وعاودت ليه كل شيء بالتفصيل. وفي هذيك الوقيته القيصر صيفط الحرس الملكي باش يعدموا ماكسيموس باسرع وقت. ولكن المحاربين اللي كانوا مع ماكسيموس قرروا يوفروا ليه شويه الوقت وبقاو يتحاربوا مع الحرس الملكي ديال القيصر، وخلاوه هو مشى هرب من تما. وملي وصل البلاصه اللي فيها سيزارو لقاه غير فخ، وقدروا يشدوه الحرس الملكيين ديال القيصر. والجمهور الغد ليه كامل كان باغي يشوف ماكسيموس. وقبل ما يطلعوه للكولسيوم جا عنده القيصر وضربوا بموس صغير باش يضاعفوا ويسهل عليه يقتلوا في الحلبه قدام الجمهور. ووصل الجنود ديالو يلبسوه درع ويخبيو الضربه اللي فيه. وبدا ماكسيموس يتحارب مع كوميدوس، وكان بين ان ماكسيموس عيان بسبب الاصابه اللي فيه، ولكن بسبب الخبره ديالو في القتال قدر يقتل القيصر، الشي اللي صدم كاع الناس اللي كانوا كيتفرجوا تما. ومن وراها بشويه حتى ماكسيموس طاح مات بسبب النزيف من الضربه اللي ضربوا القيصر. وفي هذيك الوقيته روما تحررت من حكم القيصر الطاغي، وكاكرام لماكسيموس داوه دفنوه ورجعوا القبر ديالو كرمز شعبي في روما للمقاومه ضد الظلم والطغيان. كيبدا فيلمنا في دوله نوميديا شمال افريقيا، وهذا الشيء مورا 16 سنه من موت الجنرال ماكسيموس. وفي هذيك الوقيته روما ولات تحت حكم الامبراطور غيتا وخو كارالا. كيبان لينا هذا الشاب اللي سميتو هانو عايش فرحان هو ومراته في دوله نوميديا. ولكن في هذا النهار سمعوا جرس الانذار، حيت شافوا جيش كبير تابع لروما جي هاجم عليهم. والقائد
القائد ديال الجيش هو اكسيوس، اقوى جنرال اللي كاين في روما في هذه الوقيته. وبدات الحرب ما بين النوميديين بقياده هانو والرومانيين بقياده اكسيوس، وبسبب التفوق العددي والتكنولوجي قدرت القوات الرومانيه تخترق القلعه النوميديه بكل سهوله. والجنرال اكسيوس كان ليه دور كبير في هذه الحرب بسبب المهاره ديالو في القتال بالسيف. وحتى هانو قدر يغلب عدد كبير ديال الجنود الرومانيين، حتى لواحد اللحظه شاف مراته ضربها سهم وطاحت من الفوق للارض. تما فقد التركيز ديالو وبقى مصدوم حتى جا ضربو جندي روماني الراس طيحو مغيب في البحر. ملي فاق هانو من الغيبوبه لقى ان الحرب سالات والجيش الروماني هو اللي ربحها. تما شاف مراته ومشى لعندها يشوفها واش مازال عايشه، ولكن ملي وصل لقاها ميته وعنقها وبقى كيبكي عليها حيت بقات فيه. شويه جاو ليه جوج ديال الجنود الرومانيين داوه معاهم حيت كانوا كيجمعوا في الاسرى باش يرجعوهم لروما ويبيعوهم عبيد. وقبل ما يرجعوا الرومانيين في حالهم جمعوا الضحايا ديال هذه المعركه كاملين وحتى النوميديين وحرقوهم كاكرام ليهم حيت صعيب عليهم يدفنوهم كلهم. وطلعوا الاسرى اللي من بينهم هانو باش يدوهم لروما. وتما غادي يبدا يتفكر هانو ملي كان صغير وكان عايش عند خالته اللي هرباته من الجنود اللي كانوا جايين باش يقتلوه، حيت هو في الحقيقه سميتو لوشيس ولد لوسيلا الوريث الشرعي لحكم روما. ومن بعد مده ديال الابحار وصلوا لروما، وتما استقبلوا الجنرال اكسيوس استقبال كبير من طرف الشعب وحتى من طرف التوأم جيتا وخو كارالا اللي كانوا هما الامبراطورين ديال روما، وهنئوا على الفوز ديالو في هذه الحرب. واحتفالا بهذا الانتصار قرروا ينظموا مهرجان قتال في الكولسيوم، وطلبوا من اكسيوس يعاونهم باش يكون القائد ديال اضخم جيش في التاريخ اللي غادي يصيفطوه باش يحتل الهند وحتى الامبراطوريه العثمانيه. ولكن اكسيوس قال لهم انه دابا كيفضل يدوز شويه الوقت مع مراته، ونصح الامبراطور جيتا يركز على رعايه الشعب الروماني، خاصه انهم في هذيك الوقيته كانوا كيعانيوا من المجاعه، وهذا الشيء ما عجبش الامبراطور. اما هانو اللي كانوا معاه فدوهم لحلبة استعراض صغيره وطلقوا عليهم القروده اللي كانوا جيعانين باش ياكلوهم. ولكن هانو قدر يغلب الزعيم ديال هاد القروده، الشيء اللي خلى القروده الاخرين يخافوا منه ويهربوا. وتما هانو عجب شخص سميتو ماكرينوس اللي كان لاباس عليه وعنده مكانه كبيره في روما، وقرر يشري هانو باش يولي محارب عنده. اما الجنرال اكسيوس فمشى يشوف مراته واللي غادي نعرفوا انها هي لوسيلا. ونرجعوا لعند هانو اللي جابوه للبلاصه اللي جامع فيها ماكرينوس المحاربين ديالو، ودار لهانو اختبار ضد الحارس الشخصي ديالو. ومن بعد مضاربه طويله قدر هانو يغلبوا فيها، وهذا الشيء عجب ماكرينوس حيت عرف انه شرى محارب اللي يقدر يشارك به في الكولسيوم. وسول هانو على القصه ديالو وهدفه في هذه الحياه. تما هانو قال لي ان هدفه هو ينتقم من اكسيوس، الشيء اللي ضحك ماركينوس وقال ليه انه لن نفذ الاوامر ديالو وربح جميع المعارك اللي غادي يقاد ليه، فغادي يقدر ينظم ليه قتال ضد الجنرال اكسيوس وسط من الكولسيوم. وفي هذا الوقيته الجنرال كان هادر مع مراته لوسيلا وقال ليها انه كيفكر يبعد من الحرب ويدير انقلاب ضد الامبراطور جيتا، خاصه ان الشعب حتى هو ضدهم وغادي يعاونهم في هذا الانقلاب، وحتى الجيش حتى هو غادي يدعمهم. والغد ليه جا ماكرينوس للقصر وجا معاه حتى هانو حيت غادي يشارك به في قتال كبير قدر ينظموا ليه في القاعه الخاصه ديال الامبراطور جيتا ضد واحد من اقوى المقاتلين اللي كاينين في روما. ومن بعد مضاربه اللي كانت صعيبه بزاف قدر هانو يغلب هذا المحارب، وهذا الشيء عجب الامبراطور جيتا بزاف وقرر ينظم ليه قتال كبير في الكوليسيوم. وفي الليله ديال هذاك النهار تجمع اكسيوس ولوسيلا مع مجلس الشيوخ باش ينظموا انقلاب ضد الامبراطور. والغد ليه في الصباح جاب ماركينوس المقاتلين ديالو كاملين اللي كان من بينهم هانو، والخصم ديالهم اليوم هو غليسيو اللي السلاح ديالو واحد القرن كيكون راكب عليه. وفي وقت القتال بدا غليسيو كيصيد في المحاربين واحد مورا واحد، ولكن هانو مشى وقف ليه جنب الحيط وخلى واحد القرن حتى قرب ليه ورش ليه التراب على عينيه عماه. وبسبب هذا الشيء واحد القرن تساطح بالجهد مع الحيط وما بقاش قادر يوقف، ولكن نزل من فوقه غليسيو وبدا يتضارب مع هانو وكان قريب يغلبه بسبب القوه والمهاره ديالو. ولكن في اخر لحظه قدر هانو يغلبه، وهذا الشيء عجب الجمهور كامل وخلى هانو يكسب شعبيه كبيره وسط المقاتلين والجمهور. وفي ديك الوقيته بدات لوسيلا كتشك في ان هانو ولدها من خلال التصرفات والهضره ديالو، وتفكرات النهار اللي هرباته مورا ما مات ماكسيموس حيت هو الوريث الشرعي لحكم روما وما بقى عنده حتى واحد يحميه وخافت عليه لي قتلوه. وفي هذه الوقيته هانو كان كيتعالج من الجراح اللي فيه بسبب اخر قتال، واللي كيعالجه هو طبيب سميتو رافي. وتما جا عنده ماكرينوس وهنئو وكان فرحان حيت المقاتلين ديالو قدروا يربحوا هذه المعركه، وخاصه هانو اللي عجب الجمهور وبدات تولي عنده شعبيه كبيره وسط منهم. موراها مشى ماكرينوس يشوف لوسيلا حيت كانت باغا تسولو منين جاب هانو، وبالصدفه ماكرينوس شاف تمثال ديال القيصر ماركوس مني كان مازال شاب
وبان ليه الشبه الكبير اللي كاين بينه وبين هانو. تم دخلوا الشك ان هانو ولد لوسيلا اللي غبر مباشره مورا ما مات ماكسيموس. وفي نفس الليله جات لوسيلا تشوف هانو وتاكد واش هو ولدها لوشيس، ولكن هانو قال لها انه ماشي ولدها وطلب منها تمشي في حالها حيت حس انها تخلات عليه ملي كان صغير. وملي رجعت لوسيلا للدار قالت لراجلها اكسيوس ان ولدها لوسيج مازال عايش وباللي هو هانو، وطلبات منه يعاونوا يهربوا من روما حيت الغد ليه اغلب المقاتلين غادي يموتوا في الكولسيوم. وهذا الشيء سمعت واحد الخدامه عندهم في الدار ومشات بجري قالتها لرئيس مجلس الشيوخ. والغد ليه دخل هانو والجنود اللي معاه في قارب حربي وكان الكولسيوم عامر بالماء وباسماك القرش. والخصم اللي كان ضد هانو في هذا النهار هي اقوى فرقه بحريه في روما اللي غير دخلوا بداو يهجموا على هانو واللي معاه وشعلوا ليهم العافيه في القارب ديالهم. لوسيلا كانت كتفرج ومخلوعه على ولدها هانو، اما ماكرينوس فكان عاجبو الاداء ديال المقاتلين اللي جاب خاصه هانو اللي بسبب التوجيهات ديالو قدر يخترق سفينه الجنود وبقى كيتضارب معاهم هو والمحاربين اللي معاه. ووسط ديك الفوضى هانو استغل الفرصه وهز قوس كان ناوي يقتل به اكسيوس باش ينتقم من مراته، ولكن واحد من الجنود حركه والسهم ما جاش في اكسيوس وجحد الامبراطور غيتا. وهذا الشيء خلع الامبراطور غيتا حيت السهم جحداه وهرب من تما هو واللي كانوا معاه. وقدر هانو واللي معاه يربحوا هذه المعركه البحريه. وملي رجعوا للزنزانات ديالهم سولوهم على شكون حاول يقتل اكسيوس. تم الجنود كلهم قالوا باللي ما شافوش شكون حاول يقتل اكسيوس وغطاو على هانو. وفي هذا النهار ماكرينوس ساق الخبر لخطه تهريب هانو من عند رئيس مجلس الشيوخ. وفي الليل جاء اكسيوس باش يخرج هانو ويهربوا من الحبس، ولكن الحرس الامبراطوري كانت في راسو الخطه وقدروا يشدوه وشدوا معاه حتى لوسيلا. والامبراطور غيتا كان معصب بزاف من محاوله الخيانه ديال اكسيوس ومراته لوسيلا بالرغم من الامتيازات اللي كان عاطيهم، وبغى يقتل اكسيوس ولكن خوه كارالا حبسه. تم دخل عندهم ماكرينوس وغادي نعرفوا باللي هو اللي وصل الهضره الامبراطور في قضيه تهريب هانو، وهذا الشيء خلاه يكسب الثقه ديال غيتا. وقبل ما يمشي في حاله اقترح على الامبراطور ما يعدمش اكسيوس حيت الشعب غادي يثور ضدهم بما انه بطل قومي، وقال ليه ينظم ليه قتال ضد اقوى المقاتلين اللي كاينين في روما وسط من الكولسيوم، وهكا غادي يموت اكسيوس والشعب كله فرحان. وبالفعل الامبراطور عجباته الفكره ووافق عليها. والغد اللي دخل اكسيوس للكولسيوم وبدا يتحارب مع الجنود اللي كانوا تما وقدر يغلبهم كاملين بسهوله كبيره بسبب المهاره ديالو. تم دخلوا ليه هانو اللي كان طالب بزاف على هذا القتال باش ينتقم لمراته. لوسيلا ملي شافت ان هانو هو الخصم ديال اكسيوس ما قدرات تصبر وبدات كتبكي حيت خافت على ولدها وطلبت من الامبراطور يحبس هذا القتال، ولكن هو رفض. اكسيوس ملي شاف هانو حاول يهضر معاه ويفهمه شنو واقع، ولكن هانو بسبب الغضب ورغبته في الانتقام ما بغاش يتصنت ليه وهجم عليه بكل جهده. وبقى اكسيوس كيتضارب معاه غير بيديه خاوين وكان رافض يأذي هانو وغلبه غير بيديه. وتم قال لهانو باللي عارفوا انه هو لوشيس ولد لوسيلا، داكشي علاش غادي يستسلم ليه ويخليه يدير فيه ما بغى. هانو ملي سمع هذيك الهضره قبل الاعتذار ديالو وقرر يسمح ليه، وهذا الشيء عجب الجمهور بزاف. ولكن القيصر عطى امر للجنود ديالو باش يقتلوا اكسيوس، الشيء اللي خلى هانو يستغل الفرصه وقال للناس اللي تما وسط من الكولسيوم واش هذه معامله تليق ببطل قومي ويموت بهذه الطريقه. وهذا الشيء سبب انقلاب كبير من طرف الجمهور ضد الامبراطور غيتا. وفي ديك الليله جا ماكرينوس لعند هانو وسولو علاش رفض يقتل اكسيوس وينتقم لمراته. تما قال لي هانو ان اعظم انتقام هو تسمح للناس اللي ظلموك، موراها غادي نشوفوا اعمال شغب كبيره كاينه في شوارع روما داروها الشعب بسبب موت اكسيوس. وتجمعوا قدام القصر اللي فيه الامبراطور غيتا وبغاو يهجموا عليهم، والامبراطور كان معصب وضرب خوه حيت قال لي ان هذا الانقلاب بسبب التسرع ديالو في اعدام اكسيوس وسط من الكولسيوم. ماكرينوس كان حاضر ومشى لعند كارالا وبقى يعمر فيه باش يقتل غيتا ويولي هو الامبراطور، ومشى حتى عاونو باش يقتل غيتا. والغد اللي جات لوسيلا لعند هانو اللي طلب منها السماحه على داكشي اللي وقع لاكسيوس وحتى على اخر مره اللي غوت عليها فيها. وقبل ما تمشي في حالها عطات لهانو واحد الخاتم اللي كان ديال ماكسيموس. وفي نفس الوقيته كارالا جمع مجلس الشيوخ كاملين وقال ليهم انه ولا هو الامبراطور ديال روما والمساعد الشخصي ديالو هو ماكرينوس اللي جا معاه الراس ديال غيتا باش يبين لهم انه مات. وهذا الشيء خلع مجلس الشيوخ كاملين وخلاهم يوافقوا يدعموهم. موراها ماكرينوس مشى تلاقى بلوسيلا وقال لها انه كان في الماضي حتى هو امبراطور الامبراطوريه كبيره، ولكن بسبب ماكسيموس خسر الدوله ديالو ودابا غادي يدير جهده اكثر باش يرجع امبراطور ماشي غير البلاد وانما الروما كامله، خاصه من بعد ما تموت هي وولدها هانو. وفي هذا الوقيته هانو طلب من الطبيب رافي اللي ولا صاحبه
هانو يمشي يبلغ رساله للجيش اللي كان تابع لاكسيوس باش يجيو يحرروا روما من هذا الامبراطور ماكرينوس، وعطاه حتى الخاتم ديال ماكسيموس باش يعرفوا ان هضرته صحيحه. واللي زاد صدم رافي بزاف انه عرف باللي هانو هو الوريث الشرعي ديال روما، وباللي في الحقيقه هو لوشيس ولد لوسيلا. وبالفعل رافي قرر يساعده من بعد ما سمع هاد الهضره، وعطاه حتى السوارد قبل ما يمشي من تما، وشط طريقه باش يوصل في اسرع وقت لعند الجيش. وبالفعل قدر يوصل لعند القائد الجيش من بعد ليله ديال الطريق، وعطاه الخاتم وعاود ليه شنو قال ليه هانو بالتفصيل، الشيء اللي خلى قائد الجيش يوافق يدعمه ويمشي معاه في البلاصه، وشدوا طريقهم باش يجيو لروما. وفي نفس الوقت هانو والجنود اللي معاه ضربوا الحراس وخرجوا من الزنزانات ديالهم. اما لوسيلا فكان العقاب ديالها يربطوها في عرابه ويدخلوها للكولسيوم تموت وسط من المعركه. وقبل ما هانو يدخل الكولسيوم قال المحاربين اللي كانوا معاه انه هو الوريث الشرعي لروما، وباللي سميتو الحقيقيه هي لوشيس ولد لوسيلا، الشيء اللي خلاه يحصل على الولاء التام ديالهم. موراها مشى هو دخل الكولسيوم بوحدو باش يدافع على لوسيلا ضد الجنود الرومانيين. وقبل ما تبدا المعركه دخلوا المحاربين اللي كانوا معاه وغلبوا الجنود الرومانيين اللي في الكولسيوم كاملين، ولكن جات مجموعه جديده وكثرت الفوضى وسط الكولسيوم، واستغل ماكرينوس الفوضى وقتل كارالا. وقبل ما يقدر لوشيس يحرر الام ديالو قتلها ماكرينوس ومشى هرب من الكولسيوم، ولكن حتى هانو تبعو بالجري. وفي نفس الوقت وصل جيش الامبراطور لعند الجيش اللي جاي يحرر روما، وتم تلاقى ماكرينوس مع لوشيس اللي قال الجنود كاملين انه الوريث الشرعي ديال حكم روما. ولكن ماكرينوس قال لي ان وقت حكمهم سالى وباللي غادي يولي هو الامبراطور جديد ديال روما. وبداو كيتقاتلوا بيناتهم لمده طويله، والمعركه كانت صعيبه خاصه على هانو، وبصعوبه حتى قدر لوشيس يغلب ماكرينوس. وتم قال الجنود كاملين انه ما بقاش عندهم شي سبب علاش يتحاربوا، وبالفعل الجنود كلهم عطاوه الولاء ديالهم واعترفوا به كامير روما. وهكا رجعت روما للحاكم الاصلي ديالها اللي هو هانو.